بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بحضراتكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض قصة، هي قصة حقيقية بالفعل. هنشوف كان في 3 اخوات بيحبوا بعض خالص، وبمجرد ما عدو الخير اتدخل بينهم عمل ايه في المحبة القوية اللي كانت بينهم. القصة بتحكي ان كان في 3 اخوات بيحبوا بعض خالص. 3 اخوات دولت والدهم اتوفى، وكان والدهم تاجر مشهور جدا ومعروف، وكان 3 اخوات ليهم اخ صغير، يعني 2 كبار وواحد كان لسه صغير ما كملش دراسته. فاتجمعوا ال3 اخوات بعد فترة الحداد بتاعة والدهم، وكان وسطيهم ابونا الكاهن بتاع كنيستهم، وكان دايما ابونا ده بيرفع قلبه بالصلاة علشان من اجل تدوم المحبة بينهم وبين بعضهم. وبعد ما خلصوا القعدة دي خرجوا بقرار يكفي لكل واحد منهم اسمته من الميراث. قسموا الميراث ان كل واحد يطلع له 70,000 جنيه تتوزع عليه، بس بعد مدة ضمان استثمارها في مشروع معين كانوا هيعملوه. فاقترح الأخين الكبار عقد المصالحة ويتوقع عليه هما ال3 ومعاهم أبونا وشاهد معاهم. فالأخ الصغير كان لسه صغير ما تجاوزش يعني سن البلوغ، فرفض الفكرة تماما ورفض انه يوقع خالص، وقال احنا اخوات مفيش بينا اي حاجة غير المحبة، وكلمتنا هي كلمة اللسان وكلمة خير، يعني اللي بيتقال هو ده اللي هيحصل، واحنا في بينا محبة، مفيش بينا عقودات والكلام ده. فرفض تماما انه يمضي وان يبقى فيه عقد بينهم. وحضر الاتفاق ده ابونا طبعا وكان شاهد عليه، وانفض القعدة بينهم وكانوا في فرح. لكن اللي حصل بعد كده كان عجيب جدا وكان غير متوقع. عدو الخير طبعا ما عجبوش المحبة اللي بينهم وكل حاجة حلوة بينهم، فاتدخل عدو الخير ولعب بعقل اخواته الكبار، وبقى بريق الأموال يلمع في عينيهم كده زي ما بيقولوا، وعملوا عملية تزوير ضد أخوهم اللي اتخرج من الجامعة وجه علشان يحتاج إنه يبدأ حياته من جديد ويطالب بالميراث بتاعه. وتفاجئ بإن إخواته بيقولوله أنت مالكش أي حقوق عندنا. قال لهم إزاي ماليش حقوق؟ ده كده ظلم. قالوله اعمل اللي انت عايزه، اضرب راسك في الحيط، اعلى مفخلك اركبه زي ما بيقولوا كده، اعمل اللي انت عايزه، انت مالكش اي حاجة ولا ليك اي حقوق عندنا. وانتهى الامر على كده. طبعا الشاب اتصدم جدا من اللي حصل وتفاجئ من اللي حصل، لانه عمره ما كان يتوقع ان يحصل من خواته اللي بيحبوهم وبيحبوه كده. طلع يجري على ابونا وهو يعني في قمة الحزن والضيق اللي حصلت. فضل أبونا يطبطب عليه ويهديه، وأخده وراحوا لأخواته. وكان الشاب أخوهم الصغير بيبكي، ما كانش بيبكي على نصيبه من الميراث، لكن كان بيبكي عن المحبة اللي اتفقدت والعداوة اللي اتولدت من الأموال. كان واقف قدامهم في ذهول جدا وهو عمال يسمع الكلام اللي بيقولوه والصوت العالي اللي بيعلوه والكلام القاسية اللي كانت بتتقال. كان قلبه بيبكي بمرارة ودموعه كانت غزيرة جدا. بيقول الشاب دموعي تجري بغزارة تبلل وجهي وتمسح صدري بحب المسيح الذي رآه وسط هذه الدموع معلقا على صليبه، لا ليرضي ذاته وحده بل ليشترينا. افتكر وقتها المسيح اللي فدانا بدمه على الصليب واشترانا بتمن غالي وثمين خالص. ساعتها قام وقف وصرخ علشان يقطع صوت المعركة اللي كانت بين خواته بكلمات صارمة مملوءة بالحب، وقال لهم
كفى كفى يا إخوتي، المسيح اشترانا بدمه وصليبه، هو كنزنا، أنا متنازل عن حقي، لكن دعني يا أبي المبارك أشترك في صليب المسيح ولا أرضي ذاتي وحدي، المحبة غالية جدا. أبونا قال له إزاي يا ابني، ده حقك وانت لازم تاخد حقك ده، وأنا كنت شاهد عليه وعلى اتفاقاتكم. قال له أنا ماليش حقوق يا أبونا، أنا متنازل عنها، صليب المسيح يلح علي وهو أمام ناظري المسيح بدم صليبه، نعم سأشتري به السماء كما اشترانا المسيح بدم صليبه، نعم سأشتري به السماء. قال هذا وبعدين راح لإخوته وسلم عليهم وحضنهم، كانت دموعه غزيرة جدا، وكان يتمتم بالكلام ويقول سامحوني يا إخوتي سامحوني، وسلم عليهم وأخذ بعضه بكل هدوء ومشى. وتاني يوم كان يوم حد، راح الكنيسة باكر وسلم على أبونا وطلب من أبونا إن يديله حل عشان يتناول، ووطى على أبونا كده فوق وقال له كلمتين في ودانه، قال له يا أبي المبارك، العذراء جاتني امبارح في حلم وقالت لي انت قلت كلمة والكلمة دي سجلتها لك السما، انت طلبت انك تشتري السما بنصيبك من ميراث ابوك، مش كده؟ علشان كده استجاب طلبك وكلمتك ما ترددش ابدا. ابني قبل انك تشترك في صليبه وتشتري نصيبك السماوي بما حملت من صليب معه. روح الكنيسة بكرة وتناول من الأسرار المقدسة، وبعدها هتكون السما مستعدة لاستقبالك علشان تاخد حقك في الميراث الأبدي، حيث لا يسرق سارق ولا يفسد سوس. يا عالجمال بجد. بيكمل القصة وبيقول إن رجع الشاب من الكنيسة وروح بيته ونام على سريره، ولما فتح عينه ما فتحهاش عن عالمنا الفاني، لكن فتحها على عالم المجد في السماء اللي وعد بيها واشتراها بتمن المحبة. ولما كان أبونا واقف يصلي صلاة الجناز عليه، كان بيمسح دموعه وبيقول ده كان إنجيل معاش، الشاب ده حمل صليبه واشترى السما بمال الظلم، وهو اللي ربح وهو اللي كسب الملكوت. ومفيش أي ميراث بينفع على الأرض، الميراث الحقيقي هو الميراث السماوي الأبدي عند رب المجد يسوع. أنا واثقة إن إخواتي دولت عاشوا طول حياتهم ندمانين على اللحظة اللي أخدوا حق أخوهم وما ادهولهوش تاني، بس هو يا بخته كسب السما وكسب المسيح. ربنا دايما يجعلنا مستعدين ويجعلنا دايما ننظر للسما ونشتري المسيح ونشتري السما أجمل من أي حاجة في الأرض. يا رب تكون القصة عجبتكم، لو عجبتكم ادعمونا بلايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور، اذكرونا في صلاتكم.